اللي انت فيه بقى سيبك منه. يمكن محمد ايوه يمكن ايش؟ لا تفضل احكي. يمكن ايش كنت تقول؟ لا كنت اقول انه احيانا الواحد ما بحس حاله، فلازم برضه اصحابه يخبروه انه لا هاي مش منيحه. ينبهوه طبعا بس لكن بس ينبهوه بطريقه شخصيه مش مو علنيه. اضربه لا بطريقه منيحه. لا مو قدام الناس حتى ما تكون فضيحه. طبعا بتضلك بينك وبينه. محمد لحن جديد اللي هو خلينا نسميه الايقاع السريع واللحن المصري اللي كان وكلمات سريعه، هل كان هذا الشيء صعب على محمد اللي انشد عيوني تشتاق له واللي انشد انت عرفت كيف الاشياء الهاديه هاي، كيف كانت بالنسبه لك التجربه الجديده هاي محمد؟ اول شيء بشكر الملحن الكاتب انور حسام، حلو كثير شغله. توزيع يزن وكثير يعني حلو، يعني يعطيه العافيه. كان انه اللحن الايقاعي هذا السريع يمكن مش مودي اللي انا ايش بحبه، متعود عليه. متعود عليه خلينا نقول، بديش بحبه بس مش متعود عليه كثير، لانه انا بلشت تعرف الهداوي مره واحده ايش قلبنا المود. الانسان حلو يغير موده في اللي بقدمه، لانه بتتناول شرائح معينه. في ناس بتقول لك اوف هادي يا الله بزهق بس اسمعه، في ناس بحب اسمع السريع خلص. صح، لانه الايقاع بشكل عام كل انسان له ايقاع معين بحبه بذاته، فاهم كيف؟ بس فمش غلط انه التنويع. حاولت اني اقدم اللي اقدر يعني اكثر ما عندي. تغلبت فيه محمد شوي. اقول لك ما تغلبت، لا اكيد شوي يعني كان انه المود مصري وسريع، فشوي كان كلماته شوي اللي انت في دبق اسيب، فمش فاهم كيف كنت اللي انت في دبق بس مش عارف كنت اول شيء صعب شوي. تمام. خففنا السرعه شوي. بس احنا كمشاهدين ما شفنا الا الشيء المتميز من محمد. هلا ان شاء الله انه تكونوا حبيتوها ان شاء الله. اللي علينا قدمناه والباقي على ربنا. طيب ايش رايك نشوف راي ريم في محمد وفي اداء محمد؟ يا مرحبا يا ريم، سلام عليكم.